ولكن انا اللي خوفني حاجه واحده، كلمه الخطا البشري اتكررت حوالي 4-5 مرات في خطاب الاستاذ احمد دياب، بما معناه هي عمليه تجهيز لممكن اي مشكله تحصل، ان ده خطا بشري، ده ممكن وارد ان يحصل. والله الحقيقه احنا ما بنشوفش الخطا البشري ده بيحصل في الدوري السعودي ولا الدوريات الاوروبيه ولا الدوريات الحقيقه اللي احنا بنتفرج عليها. الخطا البشري ده لما يكون انت مش حاطط لوائح، ولوائح بتطبقها على الكبير وعلى الصغير، وعندك مجهز حكامك، مجهز ملاعبك، مجهز كل التفاصيل دي كلها. ده اللي احنا منتظرينه، ومنتظرين النجاح للدوري السنه دي اللي فيه 7 فرق هيطلعوا وينافسوا على من خلال الدور الاول. لان احنا خلي بالكم احنا عندنا قرعتين، ادي قرعه اتعملت النهارده ولسه قرعه لما ينتهي الدور الاول، ونشوف بقى مين الفرق السبعه اللي هتنافس على البطوله، والفرق ال14 اللي هتنافس على الابتعاد عن شبح الهبوط ووجودها في الدوري الممتاز.